مرة قلنا السلام عليكم يا سيدي. جا ربي العليم اللي عندنا يا شاب، مش بيه يفتش كان على حوايج التافهة وحوايج تاع السلك، حوايج تاع الضحك. معناها عندنا إعلام مسكة يسلك على الشعب، والله يضحك على الشعب ويسلك على الشعب. كيف البرامج اللي يجيبوا فيهم، كيف حشاكم اللي يجيبوا فيهم الزواج يجيبوا فيهم في التلفزة ذوما. معناها ناس تمسخر على العباد، تضحك على القليل. معناها يعطيك يا إنسان عمل حاجة يطلعوها للسماء. معناها قاعدين نساج تضحك وكهو. معناها علاش ما تمشوش تدوروا تدوروا في الأحياء وتدوروا منه ومنه وشوفوا الناس كيفاش عايشة القليل وكيفاش مشوا بايت واكل ومشوا شارب وكل شيء. وروا هذوكم كالناس اللي ما عندهاش، كالناس اللي ما عندهاش وين ترقد، كالناس اللي ما عندهاش كوزينة، كالناس اللي ما عندهاش تواليت حاشاكم. هك الناس اللي يعلم بك الرب شاطرين كان في الرقص، شاطرين كان في كلام الزايد، شاطرين كان في النبع بالفارغ. معناها ضايع حياتكم، معناها حياة عندكم. والله يمسك، والله يا عليمة، نقسم بالله عليم تونس هذا، والله يمسك. الحمد لله يا ربي أنا التلفزة ذي بالليل نتفرج عليها تونس هذي، ونقسم بالله العظيم والله ما نتفرج على وش ما فيها حتى برنامج باش يفيدني في حياتي. ما فمش حتى برنامج يجيبوه راهو باش يفيدك. والله ما ترجى منا شيء الإعلام تاعنا ذا، راهو باش يفيدك ولا يفيد الشباب ولا يفيد الذر الصغار ولا يفيد، والله ما يفيدني. ناس قاعدين نهار كل تمضغ في الأمور كاكا بالفارغ، ناس نهار كل دق في النار على الشعب، وناس ما فهمتش. ناس راني يصور في الفلوس جماعة بلاطوات شيخين يضربوا في شهريات، يضربوا في مليون مليون واللي يضرب في مليون ونص مليون ونص ويضحك على الشعب. وهنا معدين احنا مسك، احنا هنا نتشبع. والله ما هنا لا انا معدلين على الطقس. معناها والله شيء يأسف، نقسم بالله كاين شيء يأسف. إعلام تونس والله يا ذاك اللي فهم. ما عندي ما نقول، والله ما عادش عندي ما نقول والله.